شيفاستا. ازيكم يا احلى شيفستات؟ شيفاستا هتعمل معاكم النهارده التشيز كيك الياباني اللي الناس كلها عايزاها وبتحبها. هشة جدا وفي نفس الوقت طرية ومليانة بالجبنة وطعم الجبنة لذيذ، ويا سلام بقى عليها مع صوص الفراولة اللي فوق ده. شيفاستا. لو عايزة تعرفي أسرار الشيف وتطبخي بكل سهولة، اشتركي في قناة شيفاستا وفعلي الجرس. مع شيفاستا كل الستات شيفستات. المكونات: كوباية ونص من الدقيق، 400 جرام من الجبنة الكيري الكريمي أو ما يعادل كوبايتين، 150 مل من اللبن، كوباية واحدة من السكر، 4 بياض بيض، 4 صفار بيض، معلقة كبيرة من الفانيليا والفراولة للتزيين. عندي صينية فيها مية سخنة عشان بس عايزة اسيح الجبنة الكيري الكريمي بتاعتي شوية. طبعا زي ما قلنا 400 جرام من الجبنة الكيري الكريمي، يعني ما يعادل كوبايتين من الكوبايات المعيارية او مج الشاي اللي موجود في كل بيت. لما الجبنة تبدأ ان هي تسيح معايا شوية كده عشان ما تكتلش معايا بعد كده وانا بشتغل بيها، عايزاها تبقى سايحة وكريمي خالص، تخف شوية بدل ما قوامها يبقى تقيل. بحطها بقى في بولة كبيرة عشان ابدأ ان انا احط عليها باقي الحاجات. هحط عليها تقريبا تلت كوباية من السكر. احنا زي ما اتفقنا عندنا كوباية من السكر هنستخدمها على الوصفة كلها، هنا حطيت تلت الكوباية دي، وبقلب الجبنة مع السكر كويس قوي قوي. طبعا هستخدم المضرب اليدوي، بيبقى احسن بكتير وبيديني قوام افضل. عندي 4 من صفار البيض، بنزل صفارة صفارة، كل ما واحدة تختفي هنزل اللي بعدها وهكذا. طبعا فصل الصفار عن البيض هو ده اللي بيديني القوام المميز للتشيز كيك الياباني. نزلت الصفار كله واحط بقى معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. طبعا الفانيليا السايلة طعمها بيبقى اقوى من الفانيليا السكر، فبنستخدمها افضل عشان مبقاش فيه اي زفارة للبيض. هنحط بقى كوباية واقل من ربع كوباية، يعني حوالي كوباية ومعلقتين من اللبن. القوام بقى سايل. هحط بقى عليهم كوباية ونص من الدقيق وبدخلهم كده. طبعا يفضل عشان ادخل الهواء جوه الدقيق يبقى الدقيق خفيف معايا مش تقيل او مكتل او فيه كتل وكور صغيرة. بضربهم كويس بالمضرب اليدوي بحيث ان كل الدقيق يختفي معايا في الخليط بتاعي. بقى قوامه عامل زي قوام الكيكة العادية زي ما انتم شايفين كده. هسيبه بقى على جنب وهجيب بولة احط فيها 4 من بياض البيض وعليهم تلتين كوباية السكر اللي فاضت معايا، وهبدأ ان انا اخفقهم كويس بالمضرب. طبعا بياض البيض عشان يبقى مارينج زي ما احنا عارفين لازم ما يكونش فيه اي نقطة صفار خالص، لانه لو فيه نقطة صفار مش هيديني قوام المارينج التقيل والمتماسك اللي انا عارفاه مهما قعدت اضرب فيه. فلازم اكون حذرة جدا وانا بفصل البياض عن الصفار. شايفين قوام المارينج اللي انا عايزاه يبقى بالشكل ده، بالقوام ده تقيل وماسك نفسه. ببدأ ان انا احطه واحدة واحدة على الخليط اللي انا عملته. ما ينفعش احطه كله مرة واحدة عشان ما يهبطش مني، لازم احطه واحدة واحدة وابدأ ان انا اقلب بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي من تحت لفوق عشان الهواء اللي انا دخلته في المرنج وفي الخلطة بتاعتي ما يهبطش وما يروحش، ويفضل القوام عندي هش وفلافي وفيه الهواء ومحتفظ بالهواء بتاعه. بحط كل الكمية كلها وابدا اقلب بنفس الطريقه دي لحد ما كل الخليط بتاعي يبقى لون واحد مفيهوش حته بيضه وحته صفرا. بجيب بقى الصينيه بكون دهنها بالزبده وحاطه فيها ورق زبده من الارضيه ومن الجوانب بالشكل ده، ومطلعاه فوق شويه عشان لو الكيكه بتاعتي تطلع فوق ما تبقاش جايه على جوانب او حروف الصينيه. بحط الخليط كله بتاعي في اصغر صينيه عندي، لان اصلا الكيكه الياباني دي معروف عنها ان هي بتبقى عاليه ما بتبقاش رفيعة. بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 160. طبعا بحطها في صينية في حمام مائي زي ما انتوا شايفين كده، دي من اساسيات التسوية بتاعتها، وبسيبها حوالي ساعة ونص في الفرن لحد ما ترتفع جدا وتستوي براحتها على درجة حرارة 160. الطاجن بتاعي بقى هيكون فراولة متقطعة عليها 3 معالق كبار من السكر، وهحطهم في الميكروويف
لمدة 5 دقايق بالكتير لحد ما يكونولي جوس، وتكون الكيكة بتاعتي بردت تماما قبل ما اقطعها، وبقطعها وبحط عليها توبنج الفراولة اللي انتوا شايفينه ده. وبكده تكون التشيز كيك الياباني الاصلية بتاعتي جهزت. ياريت تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، وبالهنا والشفا. لو عجبتكم فيديوهات شيفستا اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس اللي جنب السبسكرايب.